أهلا البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب. فيديو تاعنا تاع نهار اليوم راح نهضروا على المولد النبوي الشريف، يعني مع اقتراب المولد النبوي الشريف وهنئ كل الأمة الإسلامية. مع أنه كاين بزاف ناس ما تبغيش تحتفل به وعندها انتقادات، يعني كل واحد والرأي تاعو. لكن تبقى الأعمال بالنيات، يعني احنا ما حناش ماشي نديروا لا طاغت ونشعلوا شمعة ونحتفلوا بلانيفرسير يعني. ولا كاين شي ناس يقولوا انه الوفاة تاع النبي، احنا يعني اعتدنا انه دائما في المولد النبوي الشريف نديروا الطمينة نحتفلوا، يعني نريحوا. هذه حاجة ماشي يعني كبيرة، نورمال البنات. وكما قلت لكم يبقى كل واحد الرأي تاعه وتبقى الأعمال بالنيات. يعني هذا ماشي موضوع تاعنا اليوم انه نختفوا ولا لا. المهم حبيباتي، كما راك تشوفوا بديت لكم بالبنوته تاعي اللي كانت لابسه اللباس التلمساني، يعني اللباس التقليدي التلمساني، الشده والمنسوج بالمنديل. حنا دائما في المولد النبوي الشريف يعني اعتدنا انه ولادنا الصغار نلبسوهم لباس تقليدي. على بالي بلي بزاف مناطق كيما حنايا. دونك هاد العام ماهوش ماشي نحتفل في المدرسه. مي معليش نديروا احتفال صغير يعني في ديارنا، شويه طمينا ولبسوا وليداتنا ونجمعوا ونحكوا لولادنا على قصص النبي. هكا يعني حاجه خفيفه ظريفه. حبيباتي، كما راكم تشوفوا حطيت لكم صور يعني من السنوات يعني الماضيه. هادو الصور عندي قدام في التليفون، بغيت نشاركهم معكم. يعني ماشي حاجه كبيره كما راكم تشوفوا، حاجه نورمال. دونك كملوا لي فوتو، غادي نبداو اليوم ونبداو مع بعض لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نبداو من قبل ما نبداو عفوا لا فيديو تاعنا، بغيت نطلبكم طلب صغير انكم تخلوا لي جيم، تخلوا لي تعليق مشجع باش نزيد نواصل يعني نحط الفيديوهات ونتشجع. ويعني فضلا وليس امرا تبارطاجوا هاد لا فيديو مع احبابكم باش يستفادوا منهم وباش تكبر قناتنا، يعني يتعرفوا عليا ناس جدد. يعني هذا يبقى من الكرم تاعكم ومن الفضل تاعكم اكيد. نخليكم حبيباتي تكملوا تتمة الفيديو، دوك تتمة الصور عفوا، ودوك نبداو لا فيديو تاعنا كما قلت. وهنا حبيباتي نبداو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم والوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. نبداو حاجة الأولى حبيباتي بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله على بركة الله. البنات اليوم عندنا وصفة الطمينة أو السلو. سلو بالشوكولا. عندنا كما راكم تشوفوا هنا في الصحن الكبير المكسرات اللي يبقوا حسب الذوق. أنا راني دايرة شويه قرقاع، شويه تاع اللوز، وشويه تاع الكاوكاو، وراني دايره حلوه مليانه. صراحه البنات شريت اللوز والقرقاع على قيس 25 ميل 25 ميل، وشريت على حساب 10 ميل ميم با تاع كاوكاو، وشريت 10 ميل تاع حلوه مليانه. عندنا تانيك على حساب 10 ميل تاع جلجلان. عندنا زوج مغارف نتاع زريعه البسباس وزوج مغارف تاع حبه الحلاوه. عندنا زوج بايط نتاع فرينه، دوك نشوفوا واش غنديروا منها. عندنا يطرو تاع زيت، وعندنا سكر غلاس، وعندنا الشوكولا. كما راكم تشوفوا انا راني مستعمله ماكسون اللي بالدراجي، وراني مستعمله نتاع منى يعني تاع الحليب. دوك نفهمكم هنا حبيباتي. بون هنايا كنا نطحنوا في المكسرات كما راكم تشوفوا كما العاده، يعني لا روبو لا والو. وراني هنا موجده الطاوله تاعي وراح نبدا معاكم الوصفه. بسم الله. هنا عندنا تريبي البنات تاعنا، شوفوا النار كيفاش راني شعلتها في 3 بصح نقصت لها. عندنا هنا الكوكوط تاعنا، يعني ضروري ديروا كوكوط ولا حاجه تكون ثقيله.
البنات هنايا نفرغوا لتر تاع زيت. انايا لتر تاع زيت شعل ماشي نستعمل فيها تاع فرينه، يعني عبرت لكم يعني بالضبط شعل درت لتر تاع زيت، درت فيها قابصه ونص تاع فرينه، يعني كيلو ونص نتاع فرينه. ودرت معاها 6 بايط نتاع شوكولا. حبيبتي الشوكولا عندكم من 4 بايط حتى ل7 حتى ل6 بايط، يبقى هذا حسب الذوق تاعكم. ونوعيه الشوكولا تبقى حسب الذوق، كاين اللي يبغيها سوداء، كاين اللي يبغي بها كاين اللي يبغيها عفوا بالحليب. انا درت هذيك تاع الدراجي باش هذوك الدراجي يقعدوا لي في وسط الطمينه تاعي او سلو. ويعني درتها بالحليب، يعني نبغي الشوكولا ذوق حليب، دونك استعملت تاع الدراجي واستعملت جوج تاع الحليب سامبل. درت 6 بايط، نتوما تقدروا ديروا قلت لكم من 4 حتى 6. عندي هنايا 250 غرام تاع المارغرين، يعني يطرو زيت. 250 غرام تاع المارغرين في الكوكوط تاعنا، ونحركوا هذاك المارغرين حتى يذوب. كيما راكم تشوفوا الطريقه سهله مبسطه، ان شاء الله تتبعوا الخطوات وتنجحوا فيها. صراحه هذه اروع طمينه بالنسبه لي، انا نموت عليها. الكو تاعها البنات ولا اروع. هنايا نبقاو نزيدوا، يعني نديروا الفرينه تاعنا، نديروا تقريبا نصف الكميه، نخلطوها عاده نزيدوا الكميه الاخرى باش هكا ما يتكونولناش هذوك الكويرات. ما تفرغوش الفرينه تاعكم كيلو ونص كاع ضربه واحده. واللي بغات دير يعني كيلو تاع فرينه نيشان، تنقص من الزيت تقريبا نصف كاس، يعني ما تنقصوش بزاف زيت، وتنقصوا تانيك من المارغرين. فوالا البنات، انا قلت لكم عندي لتر زيت، عندي كيلو ونص نتاع فرينه، وعندنا 250 غرام نتاع المارغرين. هنايا بعد ما درت نصف الكميه تاع الفرينه راح نخلطها، باش نخلطوها البنات يعني، ونخلطوها بسرعه باش ما تكورناش. كيما راكم تشوفوا هنايا نبدا نخلط بالعقل، من بعد نبدا نخلط بسرعه هكا باش ما نخلي لهاش المجال باش تتكور لي الفرينه. وهنا تانيك البنات كيما قلت لكم النار يعني ما تزيدولهاش بزاف وما تنقصولهاش بزاف باش ما تغبنكمش، وزيت بزياده باش ما يبقاش يطرطق عليكم الزيت، يعني غادي توصل الزيت لدرجه الغليان اللي ممكن يعني تطرطق لكم هكا. علاش قلت لكم خاصكم تقعدوا غير تحركوا. مهم هاد لا غوسات ملي تبداي وانت تحركي، يعني يدك راح توصل، بصح النتيجه حبيباتي غادي تعجبكم بالبزاف. فوالا انا هنايا بديت نحرك كيما راكم تشوفوا. بعد ما نحرك ونتاكد باللي ما راهوش متكونوا لي كريات، نزيد نكمل الكميه الاخرى تاع الفرينه. كما راكم تشوفوا هنا حبيباتي، ان شاء الله الفيديو يكون واضح ويكون مفهوم. وكما نقول لكم دائما ان شاء الله الوصفات تجربوهم وتنجحوا فيهم. والبنات هاد الوصفه الا بغيتو ديروها ديروها غدوه ان شاء الله، لخاطرش تدي معكم يومين باش تشرب لكم، تطلع لكم هذاك الزيت، يعني تجيكم سواسوا مع السهريه تاع الخميس، او يعني مع النهار تاع الخميس. هذه هي البنات، دوك تشوفوا معايا تتمة الفيديو. هنايا غادي نزيدو نديرو هذيك الفرينه تاعنا، نكملو كامل الكميه تاع الفرينه اللي بقات، ونكملو نحركوها حتى كما قلت لكم حتى نتاكدوا باللي ما كاينش كريات. هنايا راح تتقال معنا بصح من بعد تولي تخفف، يعني دوك الزيت يطلق فيها والمارغرين. كما راكم تشوفوا هنا تحركوا، يعني لازم لها القوه. كما انا قليل الصحه ولا ما قديت المغرفه هذيك حكمتها بكل الطرق، خطره نشدها نغمر، خطره نفورسي معاها. المهم قعدت غير نحرك نحرك نحرك. كيما راكم تشوفوا هنا البنات خلطوا مليح من التحت حتى للفوق باش ما تحترق لكمش، يعني من التحت ومن الفوق تقعد لكم نورمال. تخلطوا من التحت ومن الفوق، وتتاكدوا باللي الفرينه تاعكم دوك تجرى معكم. تاكدوا مليح باللي ما ديرلكمش كريات. فوالا حبيباتي كيما راكم تشوفوا هنايا انا نشوفوا بها ولات كيما العجينه. حنا نبقاو نحركوا ومادام الزيت يحمى والمارغرين تحمى، مادام الطمينه تاعنا تطلق روحها. هنا كيما راكم تشوفوا عندي المكسرات، عندي حلوه مليانه حتى هي يعني فتتها، عندي زوج كيسان تاع سكر غلاس، عندي هنايا جلجلان وجوج مغارف كبار نتاع نافع، وجوج مغارف كبار تاع حبه الحلاوه. هادوك دوك تشوفوني البنات كيفاش نضيفهم. هنا البنات لازم نحمصوا كيما راكم تشوفوا هنايا هي طلقت روحها، نحمصوا الفرينه حتى تولي لنا دوغي، يعني هنا يبقى حسب الرغبه، تبغوا تحمروها
وتجيكم الطمينه تاعكم سوداء، تبغوا تخلوها في هذا اللون باش تجيكم الطمينه تاعكم يعني لون مليح كيما لون شوكولا هكا بالبندق، يعني تجي اللون تاعها فاتح ماشي غامق غامق غامق. هنا يبقى حسب الذوق. انا ما نبغيهاش سوداء، خطره درتها جاتني كحله ديجا في لي فوتو راكم شفتوا في الاول. على هذيك اللي ما بغيتش نحمصها بزاف، يعني كي دات لي اللون هذا الذهبي، تزيدوا هنايا الجلجلان، تزيدوا هذوك 3 مغارف ولا زوج نتاع زريعه البسباس، تزيدوا هذوك 2 مغارف ولا 3 تاع حبه الحلاوه، وتبقاو تزيدوا هنا في الشوكولا. حبيباتي هنايا انا طفيت النار، هنا كي بديت نزيد في الشوكولا طفيت النار، ياك راكو معايا، طفوا النار وتخلوا هذيك السخونيه برك تاع الكوكوط تذوب فيها هذيك الشوكولا. هنا زدت كاع الكميه تاع الشوكولا، زدت 2 كيسان تاع سكر كلاصي. فوالا. هنايا راني يعني استعنت بالمساعده ما رانيش وحدي نحرك. دونك هنا زدت 2 نتاع سكر كلاص، زدت هاد الحلوه تاع حلوه مليانه او حلوه الترك، كل واحد كيفاش يقولها. هنا لازم القوه يا البنات في التحرك. كيما راكم تشوفوا، ونزيدوا هذوك المكسرات تاعنا اللي يبقاو حبيباتي حسب الرغبه. تقدروا ديروا كاوكاو وحده، تقدروا ديروا لوز وحده، تقدروا ما ديروش كاع، يعني ديروا غير جلجلان. يعني هي المهم بالشوكولا راح تجيكم بنينه بنينه. والمكسرات طبعا راح يزيدوها ذوق، يعني قولوا لي يعني يا نور فيها كاع هاد المكسرات مش تجي بنينه، يعني امبوسيبل. دونك هنايا تخلطوا 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 مليح حتى يتجانسوا المكونات كما راكم تشوفوا في الفيديو. هنا حبيباتي مولي نخلطوا كما راكم تشوفوا هنايا حتى ديك الشوكولا يعني تاع ماكسون اللي فيها الدراجي، كما راكم تشوفوا هنايا الحلوه تاعها ما تذوبش، يعني تقعد هي مليحه، يعني تقعد لنا ديك الحلوه في الوسط. راكم عارفه بلي عفوا بلي ولادنا صغار يبغوا يعني الحلوه في الطمينه. دونك هكا كي تكون مشتة في الوسط خير، يعني من الفوق نديروا حاجه قليله برك. هنا راكم تشوفوا بلي الطمينه تاعي فوالا راهي كشغل ما هي ناشفه ما هي جاريه، راهي حاكمه روحها مليح. هنا شنديروا حبيباتي، لازم هنا السلو تاعنا بعد ما نكملوا نخلطوا كل شيء مليح نبلعوا على الكوكوط تاعنا ونخلوها يعني تبات ليله كامله. غدوه من داك في الصباح رايحين نلقاو بلي هذاك الزيت الزائد طلع، يعني الزيت هذاك الزياده يطلع من الفوق. دونك نحيوه. انا هنايا هاد المقتطفات من البارح في الليل، ودروك غادي نوريكم اليوم الصباح كيفاش يعني لقيت الطمينه تاعي. فوالا. هنايا ها هو الزيت كيما راكم تشوفوا، ها هو الزيت هنايا كيما راكم تشوفوا. مانيش عارفه الا راهي الصوره تبان واضحه باسكو كنت رافده التليفون بيد والكوكوط نهز فيها بيد. كيما راكم تشوفوا نورمالمون لتحت الزيت هذاك كاع هذاك الزيت الزائد نحيه، يعني نحيه ونخليها عاود هذيك الليله كيما اليوم عاود خليتها راهي من الصباح حتى لدروك حتى نتعشى ونكمل نعاود نولي نفيريفيها نحي لها هذاك الزيت الزائد. وغدوه كيف كيف يعني نتوما هذه هي كيما قلت لكم غدوه يعني يوم الثلاثاء ديروها. تقدكم يعني الاربعاء والخميس تصفيوها. كيما راكم تشوفوا الطمينه تاعنا راه ظاهر فيها المكسرات، ظاهر فيها الحلوه الجلجلان، راهي تشهي ما شاء الله. انا ما قدمتها لكم في صحن تقديم، نخليها لكم حتى للمولد النبوي الشريف باذن الله، نشاركها معكم عفوا في الصحن. نقول لكم حبيباتي ان شاء الله تجربوا الوصفه تنجحوا فيها وتعجبكم، واعطوني ارائكم في التعليقات. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.